تختلف من شركة لشركة. ولكن هو يعني نفس الفائدة اللي في الكبسول يعني. مشهور يعني مشهور الأطباء الأخصائية في التغذية. السلام عليكم ورحمة الله حبوباتي، نتمنى عنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وعلى ما يرام. فيديو جديد صراحة من بعد غيبة طويلة، تقريبا عامين ما فتحت الكاميرا، تقريبا عامين ما فتحت الكاميرا وصورت معاكم فيديو جديد. الفيديوهات اللي حطيت لكم مؤخرا صراحة كانوا مصورين اصلا عندي يعني، وكانوا واجدين عندي. لهذا من بعد عامين جاتني صعيبة انني نفتح الكاميرا، انني نواجه الكاميرا، انني يعني نصور معاكم فيديو، جاتني صعيبة. لهذا غادي تلاحظوا حبوباتي بعد الارتباك لهذا. معليش دوزوا هذه المرة، لان كيف قلت لكم والله جاتني صعيبة. غيفهموني الناس اللي غابوا على اليوتيوب مدة طويلة ورجعوا يصوروا فيديوهات، غيفهموا يعني بلي كاينه صعوبه انك ترجعي تصوري او تقعدي قدام الكاميرا وتصوري فيديو. المهم حبوباتي، هذا الفيديو هذا مخصص للناس، رغم انني غبت على القناه ولكن كتجيني كميه ديال الاسئله اللي هي كثيره في الخاص على الوصفات وطلبات كذلك الوصفات. وهذا تحت طلب الاخوات اللي طلبوا مني، عندهم مشاكل بالنسبه للوليدات الصغار، يعني عندهم مشكل ديال الشهية وفقدان الشهية والنحافة، وعند كذلك الكبار. يعني واحد العشبة اللي مطلوبة بكثرة هاد الأيامات، أو صراحة دايرة ضجة بكثرة. المهم حبوباتي، ما عليك غير تخليك في الفيديو من الأول حتى الأخير باش تسمعي الفيديو كامل، باش ما تبرزي راسك وتحطي لي سؤال هو يا اصلا كاين في الفيديو. لاني حبوباتي ما تقلقوا مني، ولكن بعض الاخوات كيقول لك على ما تجاوبينا في الخاص. كنجاوب الاخوات اللي اصلا هذوك الاسئله اللي حطوا ليا ما كاينين في الفيديو، ولكن وين كنشوف السؤال اللي مطروح عليا اصلا انا مجاوب عليه في الفيديو راني ما نجاوب عليه. المهم حبوباتي، اي وحده فيكم شافت الفيديو شجعي اختك، شجعيني، رحبي باختك من بعد يعني من بعد غيبه طويله رجعت. شجعيني بقليه بوريضه بنقيطه، ولو نقيطه اللي جا من يديك واللي كتبتي من هذوك الصبيعات سمن وعسل على قلب اختك. عندك شي انتقاد، عندك شي ملاحظه، عندك شي يعني اي شيء، مرحبا وسهلا حبوبتي. انا متقبلاه بكل يعني بكل روح رياضيه. المهم حبوباتي، كذلك اللي شافت الفيديو دير لايك، ديري حبوبتي لايك باش تشجعيني، بارطاجي الفيديو مع الاهل ولا اصحاب اللي شافت الفيديو، ولا اللي شافت القناه لاول مره وشافت المحتوى ديال القناه بطبيعه الحال بغات تستافد منه. نقول لك مرحبا وسهلا حبيبتي، نورتيني. شاركي في القناه، اكيد اكيد غادي تفرحيني بتعليقاتك على بركه الله. بالنسبه للمكون الاول ديال يعني النساء اللي داير ضجه كبيره، هاد الاواخر هذا اللي تقريبا ولاو كيتناولوه بطريقه عشوائيه، بواحد الشكل اللي هو عشوائي، ولكن يعني كيما اي يعني بحال اي مكون او اي شيء كيف له ايجابياته له كذلك سيئاته وله سلبياته. كيف شفتوا هنايا عندي مكونين كيف قلت لكم. المكون الاول خاص بالنساء، عشبة الماكا. عشبة الماكا اللي دايره ضجه وكيتناولوا هذا بالعديد من النساء بطريقه عشوائيه وما كيعرفوا يعني الناس اللي خاصهم يتناولوها والناس اللي ما خاصهم يتناولوها، واصلا لاش كتليق يعني من الاصل هي لاش كتصلح. يعني اخصائيين التغذيه لاش لي من كينصحوا بها يعني. اصلا هي الناس يعني كيتناولوها يعني اشخاص معينين، ولكن هذوك الاشخاص هما اللي اكتشفوا باللي هي كتعطي كذلك هذا المفعول ديال انها كتزيد في الوزن وكتعطي طاقه، ولاو كيتناولوها ولكن مع الاسف بطريقه عشوائيه. لهذا في هذا الفيديو غادي نقول لكم كامل هذوك المسائل او كامل هذوك الاسئله اللي كيجوني على الخاص غنجاوب لكم. كذلك راني جبتها عشبه الماكا، جبتها على شكل كابسول، لاني على يعني على شكل مكمل غذائي كابسول او مكمل غذائي على شكل كابسول، لاني
صراحة أنا كنفضّل أنني العشبة بالنسبة لعشبة الماكا أنني نتناولها على شكل كبسولة أو يعني علاه؟ لأن كتكون أصلًا محدّين لك يعني الquantity اللي خاصك تناولي في النهار، ما هو بحال تمشي تشدي العشبة يعني بطريقة عشوائية وتناوليها بطريقة عشوائية. يعني أنا ما ننصح بها. المهم حبّوباتي، هذه هي عشبة الماكا ومكمل غذائي ديال الماكا، هو مكمل غذائي ويعني كيتناولوه الناس بطريقة اللي هي عشوائية وما هُم عارفين أصلًا لاش تصلح، هُما فقط سمعوا إنها كتزيد في الوزن، إنها كتغلّظ وتعاطاو ليها. لهذا أنا دائمًا حطيت لكم فيديوهات على هذا المشكل هذا، أنكم العشبة يعني تبحثوا عليها علاش تصلح والسلبيات ديالها شنهم والفوائد ديالها شنو. هي العشبة يعني أصلًا هي راهي عشبة الماكا هي 3 الأنواع، 3 الأنواع الأبيض والأحمر والأسود، يعني 3 الأنواع ديال عشبة الماكا، وكتناول بطريقة اللي هي يعني خاصة. وبالنسبة للناس اللي بيتناولوها على شكل بودر كتناول مع مسائل كذلك اللي هي مسائل تانية ما تناولوا حدها. بالنسبة للناس اللي بغاو يقتنوا هاد المكمل الغذائي على شكل يعني على شكل كبسول اللي أنا كننصح به، موجود في الصيدليات بارافارماسية، موجود كذلك أنا بالنسبة ليا شريته فقط في السوبر ميركادو، يعني في السوبر كنظن موجود في جميع الدول في السوبيرات، الله تعالى أعلى وأعلم، ولكن كاين في الصيدليات تقريبا في العالم كامل. فقط لامبالاج كيختلف من شركه لشركه، ما تحكموا على هذا لامبالاج اللي عندي انا كيف قلت لكم لامبالاج كيختلف من شركه لشركه. ولكن هو يعني نفس الفائده اللي في الكبسول، يعني نفس الفائده في كامل، غير على حساب كيف قلت لكم الشركات كيختلفوا لامبالاج. المهم حبوباتي، بالنسبه للماركه باش نكونوا صريحين اصلا هي كينصحوا بها الناس لا حياة في الدين، الناس اللي عندهم الضعف الجنسي، لا الرجال ولا النساء، الناس اللي عندهم ضعف الجنسي أو الضعف الجنسي، لا النساء ولا الرجال. لهذا هما فين تناولوا هاد الأشخاص اللي عندهم هاد المشكل فين تناولوا هاد الماركة اكتشفوا باللي فعلا يعني كتزيد لهم في الوزن، كتعطيهم طاقة، يعني أنها يعني فيها هاد المسائل هادي. لهذا ولاو كذلك كيتناولوها الناس اللي عندهم النحافة، الناس اللي بغاو طاقة زائدة في الجسم ديالهم. ولكن الحاجة اللي خاصكم تعرفوها راه ممنوعة على بعض الأشخاص أو بعض الناس اللي عندهم بعض الأمراض، مثلا الناس اللي عندهم مرض الكلى، مثلا الناس اللي عندهم الغدة الدرقية، الناس اللي يعني المرضع، كذلك الفتيات، يعني الصغار، يعني من طبيعة الحال ممنوع على هاد الأشخاص. وكذلك حتى الناس اللي عندهم الضغط الدموي كذلك ينتبهوا من هذا المكون هذا اللي ولا تقريبا منتشر في اللحسة ولا العجنة، ولا يعني كيدخلوا في الوصفات الطبيعية بكثرة، ولكن ما كيسولوا السيدة ياك ما عندك هاد المشاكل، وما كيعطوها يعني هاد النصائح، الا كان عندك هذا ما تناوليها، الا كان عندك هذا ما تناوليها. هذا هو المشكل. المهم حبوباتي كما قلت لكم هي اختصاصها هاد العشبة الناس المختصين أو الأخصائيين ديال التغذية يعني معروف أنهم كينصحوا بها الناس اللي عندهم الضعف الجنسي، ولا كذلك يعني أطباء الطب البديل كينصحوا بها الناس اللي عندهم الضعف الجنسي، لا الرجال ولا النساء. ولكن اكتشفوا باللي فعلا كتزيد في الوزن وكدير طاقة. هذا حبوباتي أنا كننصحكم إلا بغيتوا تستعملوها لزيادة الوزن ولا يعني هذا المشكل اللي قلت لكم تستعملوها على شكل كابسول. على شكل كابسول فعلا هي كاينه كتباع على شكل عشبه، وكاينه كتباع على شكل بودره، رغم انني كنفضل العشبه على البودره عند بعض العشاب وكذلك عند العطاره. وليس كل ما يلمع فهو ذهب كيف كنقولوا، يعني يعني نقول لك ماشي كلشي تشوفوا يقول لكم الماكا، راهو الماكا كاين بعد العطارين الله يهديهم والعشابين كيبيعوا اشياء تانية على شكل ماكا ولا اساس انها الماكا وهي ماشي ماكا. لهذا دائما نفضل دائما يكون عندكم عطار وعشاب اللي تكون دائما تتعاملوا معاه باش يعني يتعامل معاكم بثقة ويجيب لكم مسائل اللي هي فعلا هي اصلية. هذا هو اصلية.
المهم حبوباتي، هاد الماكا هادا كتناوليها يعني في وسط الماكلة ديالك، وسط الأكل أو من بعد الأكل، ما كاين حتى مشكل. الناس اللي بغات تزيد في الوزن وسط الأكل أو من بعد الأكل، يعني هي أصلًا في الروشتة ديالها لداخل راه فيها الطريقة ديال يعني التناول ديالها، وكذلك المسائل اللي هي كتستخدم ليهم هاد الماكا. أنا شريتها هذه جديدة، يالّا غادي نفتحها معاكم باش تشوفوا الكبسولات ديالهم. هي بودرة الماكا ومعمرينها يعني في الكبسولات، يعني باش كتناوليها تجيك ساهلة، والكونتيتي يكون على حساب يعني المناسب أو القدر المناسب ديال الجسم ديالك أو ديال الشخص بصفة عامة. المهم حبوباتي، هاد الماكا هادي كيف قلت لكم يمكن لكم تجبروها في جميع الصيدليات، في يعني في جميع الفارماسيا. ندوزو دريكا المكمل الغذائي بالنسبة للأطفال، أو هو فاتح الشهية بالنسبة للأطفال اللي عندهم هذا المشكل ديال يعني فقدان الشهية والنحافة والعيا والزكام كذلك، يعني كيتصابوا بسهولة بالزكام. يعني هذا المكون عفوا الغذائي هذا اللي هو مشهور، يعني مشهور الأطباء الأخصائية في التغذية كينصحوا به، ومعروف اللي هو بروبوليس. هاد بالنسبة لهادو ساشيات، يا فيها سائل. هاد الساشية فيها سائل، يعني تناولي كتفتحي لولدك الساشية، كتعطيها له كيمصها من طبيعة الحال من بعد ما يفطر قبل ما يمشي للمدرسة كيتناولها. فين كيجي الغدا كيلوذ ما يوكل صراحة، كيجوع. كتلاحظي انها فتحت له الشهية من النهار الاول، غتلاحظي انها فتحت له الشهية. فقط النصيحة اللي ننصحكم حبوباتي، تبعدوا الاطفال ديالكم على الحلويات او عن السكر بصفة عامة. علاه؟ ماشي تقطعوا لهم الحلويات بخطرة، لا، ضروري الدري خاصو يعني طاقة، خاصو كذلك ياكل يعني نسبة من السكريات باش تعود عنده طاقة. ولكن يعني ما تكثروا عليهم، على لان حتى نسبه كيتناول نسبه السكريات او الحلويات كيسد ليهم الشهيه. واصلا هذا المكون هذا وهذا المكمل الغذائي هو يحلو، ولكن مصوب غير من يعني حلاوه طبيعيه، مصنوع من العسل. ثم كتعرفوا يعني الاهميه ديال البروبوليس، فيتامين سي، الفوائد ديال العسل يعني لا تعد ولا تحصى. فيه عدة فوائد. كما قلت لكم الناس اللي في هذا الوقت هذا كيجيهم السعال او كيمرضوا، لان هذا المكون يسخن حتى الجسم، كيحس الدري بطاقه بنشاط، ينشط له الذاكره، يعني يعمل على حتى يعني ديال التركيز بالنسبه للدري. كما قلت لكم كيخدم على الذاكره، تقويه الذاكره. لهذا ننصح اي وحده عندها اطفال ديالها عندهم هذا المشكل ديال فقدان الشهيه وما كياكلوا لها مزيان، انها تعطيهم هذا المكمل الغذائي اللي هو موجود في ميركادونا، وموجود في الصيدليات، وموجود في بارافارماسيا. فقط لامبالاج كيختلف من شركه لشركه. كاين فيه الكبار وللصغار، هذا اللي عندي انا للصغار، وكاين فيه كذلك للكبار. نتمنى حبوباتي يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه، ونتمنى نكون لبيت لكم طلبكم. اكيد الفيديوهات الجايين ان شاء الله غادي نحاول نلبي لجميع الاخوات اللي طلبوا مني وصفات طلباتهم. طلبوا معايا، ولا يعني نتشجع ونرجع بحال كنت في الاول. المناسبه بغيت نقول لشي ناس اللي ما كانوا ينتظروا رجوعي او كانوا ينتظروا اني مثلت لي نرجع اليوتيوب، نقول لك بغير ما تفرحوا، ان شاء الله رجعت اليوتيوب ورجعت بقوه وبوصفات جداد. الى هنا كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. حبوباتي ما تنساو اللايك. كنقول حبوباتي اللي يبغوني فعلا ومتتبعاتي الوفيات اللي عندي في القناه، نقول لكم شكرا لكم، شكرا انكم كتسولوا عليا، والله العلي العظيم. ما تنساو لايكات وكذلك البارطاج. الى هنا كنقول لكم الى اللقاء.